بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة تقريبا 3 فجرا يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026. الفيديو النهاردة أنا هتكلم على البراند من أول براند شخصي فرد مهما كان موقعه، إزاي يقدر يبني البراند بتاعه ويطوره ويستثمر فيه، سواء هو كادر وظيفي بيطور ويبقى محترف وبياخد بالأسباب، دايما ما يبقاش مقلد لغيره، بيكرر المتكرر، دايما يحاول يبحث عن المميز، على التفرد، على القيمة المضافة. أو شركة منشأة صغيرة، شركة مالتي ناشونال، يعني البراند مش حكر على الشركات المالتي ناشونال. احنا في حياتنا بنشوف نجوم، فنانين ونجوم ومشاهير، سواء في الكورة، في الفن، في الطرب، في مجالات متنوعة، فجأة يطلعوا ويبقوا ملء السمع والبصر ومشهورين وكده، ثم تلاقيهم بدأوا يتواروا بشكل مرعب. نماذج كتير، مطربين، فنانين، لاعب الكورة، لأنهم هم أهملوا فكرة البراند، فكرة القيمة الاحترافية. ودايما أنا بقول دي المفكر التسويق، دي من أهم المهام المفكر التسويق. المفكر التسويق ما بيبقاش عنده حلول مسبقة بيكررها، بيقلد، دايما بيبتكر طرق تناسب خصوصية كل براند، من خلال حل مشاكله، تحقيق أهدافه، ودعم اتخاذ قراراته في وضعيته، في كاريره، في منافسته. ودائما مش بيبص تحت رجله أو في اللحظة الآنية في عز النجومية فيبدأ يبني كل فكره على نفس النقطة دي، بيحط كل المراحل ويعمل عملية استقراء. فاحنا لقينا سبب ناس كتير تجهل يعني أهمية المفكر التسويقي، فبدأوا يعتمدوا بشكل دي، يجيب مدير أعماله أو يعتمد عليه صديقه، أخوه، قريبه، ابن عمه، وكأن الموضوع شكلي. ولذلك ممكن يبقوا في أماكن وقيم عالية ونجاحات يقدر يتبني عليها، يقدر يتخطط إزاي، يقدر يحط السيناريوهات بما يناسب المجال، المنافسة، التحديات، طبيعة التميز بتاعه، ايه الشيء اللي ممكن يبقى بالايجاب او بالسلب. كل ده بيبقى فكر تسويقي، بيبقى حد بيقدر يديره صح. لكن ما ينفعش اللي انت تجيب اخوك او ابن عمك او صديقك او ابوك او حاجات زي كده وتحطه في البوزيشن او في الوظيفه يقول لك مدير اعمال. ولذلك لقينا كتير لعيبه الكوره خرجت قبل مراحلها في عز نجوميتها، فجاه بدات تتوارى. فنانين في الطرب والغناء خرجوا بسبب اللي اعتمدوا على اعتمادات زي احنا قلنا، فكرة فاكرين الموضوع، ملء مكان وخلاص، انا ناجحة، انا ناجح، انا شاطر، فخلاص الموضوع هيحصل بعملية ارتجالي. ولذلك كان مصيرهم سيء جدا. فنانين كانوا نمبر 1، كانوا هم يعني بنقول عليهم اسمهم يتحط على الافيش يبيع. فجأة فين هم؟ بسبب النمطية والارتجالية وعدم ادراكهم يعني ايه كلمة البراند. ولذلك دايما نقول ان البراند الشخصي شيء خطير جدا ومهم جدا. ولذلك مش اي حد يقدر يبني لك البراند، يطور لك البراند، يحافظ لك على البراند، سواء البراند الشخصي بتاعك، البراند في تخصصك، البراند في شركتك، في مؤسستك، بغض النظر على حجمها. ولذلك فكرة الاستثمار في الكفاءات طبيعتها اللي هي تميز بالندرة. اوعى تخيل اللي في المجال مثلا، يعني زي ما احنا بنقول لعيبة الكورة كتير جدا لعيب، لكن عشان تطلع جودة محمد صلاح
عمر مرموش، الناس اللي تعدى عدد معين قليلين. فبالتالي كل واحد وصل لموهبة في فن، في كورة، في طرب، في تخصص، ازاي يقدر يحافظ ويبني البراند بتاعه اذا اعتمد على المفكر التسويقي حقيقي. ودايما نقول المفكر مش بيبقى عنده حلول مسبقة، يعني ما بيبقاش هو مخزن لطرق سابقة، هو بيعتبرها من ضمن الداتا ايه الحالات والطرق والتجارب والدروس المستفادة، حتى ابدأ اللي انا اشوف واطورها وادخل فيها خصوصية النجم ده، خصوصية مجاله، خصوصية الهدف بتاعه، امكانياته ومنافسته، ازاي اقدر ابني البراند بتاعه واتخيل التحديات هتبقى عاملة ازاي. وبالتالي بيبقى حلول دايما ولادة ابتكارية، بحيث تقدر تعمل عملية بناء وليس بناء عشوائي ارتجالي من اول تحدي او اول اختبار صعب تلاقيه بينهار بيتلاشى. ولذلك دايما اقول الاستثمار في الكفاءة، عندما تجد الكفاءة اوعى تبخل عليها، اوعى تعتبرها دي نوع من الاهدار. حتى في المجال التخصصات، يعني انا مثلا ما اجي بشوف مثلا في مجال الخدمة بتاعة الوساطة والوساطة العقارية والحاجات زي كده، او في كل مجال بتلاقي مثلا عدد كبير جدا وبيقلدوا بعض وبيخبطوا في بعض، لكن اما يفهموا يعني ايه كلمة براند، واقدر استثمر في اسمي واقدر ابقى عارف ان انا ابقى مختلف ازاي ومتميز ازاي وعارف احتياجات النشاط ايه، ما بقاش متسرع، ما بقاش اللي انا تبع التراك واحد كلنا بنقلد من نفس الطريقة. اكتشف الملكة اللي عندي، اكتشاف الملكة اللي عندي دي بناء اللي انا بستعين بناس مبدعة، الناس تبدأ تشور لي فين الملكة، تحافظ عليها، تقول لك دي التميز بتاعك، دي التفرد بتاعك، تعالى نبني عليها. الكارير بتاعك مش عاوز ان انت تخش في نطاق اللي احنا بنقول التكرار. دايما يقول لك اللي يجرب المتجرب، احنا عندنا في فكره التسويق اللي يجرب المتجرب عقله مخرب. لكن بالنسبه للناس اللي انا بقول عليها التنفيذيه او الناس اللي احنا بنقول عليها مخزن معلومه، بيعتبروا التجربه دي شيء مميز. يقول لك وانا هكتشف العجله من اولها، ما احنا طول عمرنا عارفين اللي احنا بنعمل 1 2 3. دي الناس النمطيه اللي ممكن الناس بتحصل لها نوع من الاهدار او بتخرج من السوق، او ممكن لا تستغل كفاءتها او موهبتها او تميزها بسبب نمطيه التكرار والتقليد الاعمى. ولذلك دايما اقول اهتم بالبراند بتاعك، اوعى تعتبر ان البراند ده قاصر على الشركات المالتي ناشونال. كل شيء لابد ان يبني البراند بتاعه، سواء فرد، نجم، مطرب، فنان، مؤسسة صغيرة، كادر أو وظيفي أو خدمي، شركة كبيرة، قنوات، مؤسسات، نوادي، مؤسسات في دول. كلمة البراند دي شيء أساسي، هو القمر الحقيقي، هو اللي بيقدر يحميك في وسط التحديات، هو اللي بيميزك، هو اللي بيفردك. لكن ما بيجيش اعتباطا، ما بيجيش بشكل نمطي تقليدي كده، لا، بيجي على اما تستعين بناس كفاءات وناس مبدعة وناس متفردة ومتخصصة في الفكر، وخاصة فكر التسويق. دي الحقيقي اللي بيستثمر، واوعى تبخل في النقطة دي، لان هو ده الشيء اللي بيخليك تستمر، بيطول عمر وظيفتك، عمرك في الفن بتاعك، في الملاعب، في الطرب، في شركتك، بيخليك التميز. كل ده بيجي مش بشكل ارتجالي او عبثا، ولكن بيجي من خلال فكر، استخدام الداتا، بيقدر يدي حلول صح، بيقدر يتعامل مع التحديات، مع المميزات بطرق إبداعية. وأعتقد إن الشيء دي مميز إذا أدركناه. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى نتكلم في مواضيع متسلسلة في هذا المجال. وأتمنى يكون المفهوم بتاعي وصل.